أنا كنظن على حسب ثقافتي المحدودة أنه القفطان أصله فارسي إيراني، وأنه جاء مع الموجة اللي جات ديال التاريخ كلها، أنه قطع مع العثمانيين وجاء في شمال إفريقيا. ولكن كنظن أنه حنا كمغاربة تشبتنا به أكثر من الناس الآخرين وحافظنا عليه ورديناه تراث ديالنا. هو من يعني جا من العصر التركي العثمانيين. سوف كو المغرب يعني المصممين المغاربه عطاوه واحد اللمسه اللي تميز بها. فبالنسبه للقفطان فهو ذو اصول تركيه، وكان مقتصرا يعني كان لباس رجالي. يعني بالنسبه للبحوث ديالي اللي بحثت ان القفطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين يعني والترك يعني هما دازوا من الجزائر. المغاربه حتى هما يعني عندنا القفطان ديال نابون اللي هو الاصل ديالو تركي، غير نقدروا نقولوا بان المغاربه بدعنا فيه شويه اكثر. ففي اللباس هناك ما يسمى بالقفطان، والمنصوريه، وهذا اللباس هذا جاءنا من الاتراك في عهد المنصور الذهبي الذي كانت له علاقه مع الاتراك. فالقفطان كله بهذه الطريقه كان يلبسه الرجال وكانت تلبسه النساء، وورثناه وبقي اليوم. واذا سالت فارسيا اليوم عن اصل هذا القفطان يقول لك هو اصله هو مغربي 100%، هو في الواقع جاءنا من المشرق. القفطان عنده جذور عثمانيه، ولكن احنا كنعتبروه مغربي لان اشتغلنا عليه بزاف. القفطان بصفه عامه هو اصلها عثماني، بحكم ان هذا القفطان اللي كانت الميزه ديالو الموحده هي اكمام طويله واسعه وبلباس طويل ومحتشم. هذا اللباس كنا كنشوفوه بالاخص في القصور العثمانيه اللي كانت كيتهدى على اساس انه توب كابي في اسطنبول، وكان لباس قيم للغايه لدرجه انه كان كيتهدى كيتقدم كهديه للناس اللي مسؤولين والناس اللي عندهم واحد الثقل في المجتمع العثماني. الأندلس وعندها تأثيرات عثمانية، مع أنه إحنا العثمانيين ما كانوش يحتلوا المغرب، ولكن بحكم أنهم احتلوا الجزائر بزاف ديال العائلات تركية اللي كانت عايشة في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي الجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كتجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانية وتقاليد عثمانية.